أهلا بيكم. في الفيديو ده عايزين نتكلم عن حاجة عندك في البروفايل اسمها البروجكت أو البروجكت كتالوج. هي فين؟ مم. يور بروجكت كتالوج. زي ما اتفقنا أبورك بيشتغل بطريقتين: طريقة إن العميل ينزل الشغل وأنت بتروح تقدم عليه، والطريقة التانية إن أنت بتنزل بروجكت أو شغلانة معينة إعلان ليها، وأي عميل بيخش عندك بيقدم على الشغلانة دي. نفس الطريقة اللي موجودة على موقع زي موقع فايفر، بس احنا مش هنتكلم عن فايفر لأن هو موقع إسرائيلي ملناش دعوة بيه، وشبه موقع خمسات. عايزين دلوقتي نتكلم عن البروجكت كتالوج. ده الفكرة العامة إن أنت في الحساب بتاعك يكون فيه شغلانات معينة اللي هي أكتر شغلانات أنت متعود عليها أو بتعملها بشكل احترافي. فمثلا لو أنت جرافيك ديزاينر، أنت ممكن تكون بتعمل لوجوهات، فبدل ما بقى تقول للراجل أنا بعمل لوجوهات ومش عارف إيه، لأ، تنزل مشروع على طول. والله أنا بعمل اللوجو واللوجو ده هياخد مني 3 أيام وهديك مراجعتين، لو مش عاجبك هنعدلها. واللوجو مثلا تسعيرته $50، ولو دفعت $80 هخليك إن أنت تقدر تراجع مثلا 6 مرات. لو دفعت $100 هسلمه لك في خلال 24 ساعة، وهكذا. عشان ناخد مثلا مثال بسيط، هنروح هنا في الموقع فوق وعند السيرش، وبدل ما هي جوبز هنا هنختارها بروجكت، ونكتب برضو مثلا جرافيك ديزاينر، هي موجودة اهي. تعال نشوف أول واحدة. هو ده الراجل ده توب ريتد، باع الخدمة ديت أو هو واخد 3843 تقييم على الموقع. هيوصل لك أو هيعمل لك اللوجو اللي أنت عايزه في خلال يوم، والخدمات بتاعته بتبدأ من $30. هنخش عليها. هو هنا بيقول لك أنت هتاخد مني براند ايدنتيتي، وجرافيك ديزاين للوجو، وديزاينر لوجو سيرفيس، خدمات تبع اللوجو. تمام. اسم الراجل ده التقييم بتاعه ان هو توب ريتد. ديت اللوجوهات اللي هو بيعملها لو قلبت فيها، بص ده اللوجو اللي عامله شركة إعلانية، ده شركة تانية، شركة تالتة، وهكذا. هو عارض لوجوهات لحاجات هو عاملها. ده العنوان اللي احنا قلنا عليه زي ما قلنا. هنا دي بقى تفاصيل المشروع كامل. هنا بيقول لك لو انت بتدور على لوجو فريد من نوعه وبراند ايدنتيتي للبيزنس بتاعك او للشركة، انت في المكان الصح. وبدأ وصف الكلام بتاعه. بيقول لك انت هتاخد مني ايه. بيقول لك هتاخد مني كام شكل للوجو على حسب اللي انت عايزه، ومراجعات لا نهائية، وكوميونيكيشن بينك وبينه كويس، بيرد عليك 24 ساعة وكلام. لا، هنا بيقول لك هيوصله لك بسرعة. اللوجو بتاعك 100%، ما اللوجو مش هتلاقي فيه مشاكل تبع حقوق النشر والكلام ده. واللي هتاخده منه الحاجات ديت كلها، مش مجرد لوجو بس، لا هتاخد حاجات منه كتير. فلو بصينا هنا هو بيقول لك هو عامل لك 3 باقات: باقة ب $30، باقة ب 50 $95، وباقة ب 195. هنا بيقول لك هتاخد 3 ديزاين لوجو وحبة حاجات هيوصلوا لك في يوم، عدد المراجعات لا نهائية. ودي الحاجات اللي هتاخدها معاك. هنا هتاخد 5 لوجو، توصيل هيبقى في 3 أيام. هنا كان يوم، هنا بقى 3 أيام عشان نزود. مراجعات برضو لا نهائية، وعدد الحاجات اللي انت هتستلمها منه تقريبا، ودي الحاجات اللي هتستلمها مع اللوجو، ونفس الكلام. دي أغلى من دي عشان كل واحدة أغلى من التانية، عشان بيديك مزايا أكتر في المشروع بتاعه. برضو لو نزلنا هنا هنلاقي برضو الجدول عشان يوريك ال3 باقات مع بعض، وبيقارن لك ما بينهم عشان يعرفك ليه دي أغلى من دي. توصيلها يوم، توصيلها 3، توصيلها 5، المراجعات لا نهائية. أعتقد ده شكل اللوجوهات. مثلا هيديك نفس اللوجو 3 أشكال مختلفة وتختار اللي يعجبك ما بينهم. تقريبا ده هيديك 5، ده هيديك 6. ودي الحاجات هيديها لك مع الباقة القليلة، إنما الحاجات دي لأ، الحاجات ديت هيديها لك في الباقات الأغلى. بعدها تنزل تحت هتلاقي خيارات إضافية. لو أنت مثلا عايز التوصيل أسرع من كده تدفع فلوس أكتر. لو عايز اللوجو زيادة زي ما قلنا شكل تاني للوجو تدفع $25، وكل خدمة زيادة هيوفرها لك هتدفع قصادها فلوس، وهو محدد لك كل حاجة. دي التقييمات اللي هو خدها على الخدمة. وده لو دخلت هنا هتلاقي البورتفوليو بتاعه اللي احنا متعودين عليه. حتى هنا استنى، لو عملنا فيو بروفايل هتروح للبروفايل وشكل البروفايل اللي احنا متعودين عليه. مم. ده البروفايل هو بتاعه هو. كل حاجة هنا زي ما هي، زي ما اتفقنا قبل كده، استشارة هو عاملها، الورك هيستوري بتاعه، والبورتفوليو بتاعه تحت، السكيلز. هنا بقى البروجكت كتالوج. ده المكان اللي احنا بنتكلم عنه في الفيديو ده. تضيف خدمات أو شغلانات أنت محترف فيها جدا كخدمة، بحيث إن العميل أول ما يشوفها لو عايز حاجة شبهها يختار يخش يشتريها على طول، بدل ما هو لسه هينزل مشروع والفريلانسرز لسه هيقدموا عنده ويشوف هو مين أحسن واحد ليه. لأ، هو بيسهّله عليه بحيث إن هو يدوّر في الخدمات اللي موجودة على الموقع، لو في خدمة عجبته من freelancers معيّن يشتريها منّه على طول.
تمام، نرجع للبورتفوليو بتاعنا. هننزل تحت للبروجكت كتالوج بتاعنا، نعمل بس عشان لو عايزين نضيف بروجكت عندنا نعمل مانج بروجكتس. عندك كرييت مانج، نعمل كرييت ا بروجكت، وهنا بقى هنبدأ نحط كل حاجة. الصراحة أنا مش هعمل الموضوع ده قدامك لأن الموضوع كده هنضيع وقتنا، لأن هي مجرد تفاصيل بنملاها بس. فلو هنا شفنا عشان تحط البروجكت بتاعنا بيعدي على 5 أو على 6 خطوات. تمام، هنا هتلاقي العنوان بتاع مشروعك بتاع البروجكت اللي انت هتحطه، وهنا بتختار النيش بتاعك. يعني مثلا لو اخترنا مثلا يوتيوب، مفيش يوتيوب، جرافيك ديزاين مش تبع الديزاين اهو. وهو ايه بالظبط، تختار مثلا ديزاين للكتب، وبتختار النيش بتاعك بالظبط وتعمل سيف، وهكذا. هي خطوات هتعدي فيها وهتلاقيها بسيطة يعني. وتاني خطوة هي خطوة الايه، التسعير. بتحط بقى الباقات، عايز كام باقة، عايزهم 2، عايز واحدة بس، عايزهم 3، وهكذا. وتحط الأسعار لكل باقة وفيها ايه بالظبط. وتالت حاجة بتبقى الصور اللي انت حاططها للمشروع بتاعك، الصورة اللي بتظهر بره عشان الناس تتحمس ان هي تدوس على المشروع بتاعك. ورابع حاجة بتشرح البروسيس، يعني بتشرح انت بالظبط هتعمل ايه وهتسلم ايه والكلام ده كله. وخامس حاجة الوصف الكامل اللي بيبقى مكتوب على المشروع اللي احنا قريناه سوا من شوية. وسادس حاجة تتأكد إن كله صح، وبعد كده بتعمل ببلش اللي هو نشر البروجكت ده، وهيظهر لكل الناس. وبس كده يا سيدي، دي كل حاجة كنا عايزين نتكلم عنها بخصوص البروجكت كتالوج. وإن شاء الله أشوفك في الفيديو اللي جاي.